السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واخبار جديده. شكرا لكاع الخوت والاخوات اللي كيشجعونا بلايك، شكرا لكم بزاف. كاين واحد النوع ما تيقدروش يديروا لايك، كل واحد تيكون المورال ديالو كيف داير. راه هانيه درتي لايك ما درتيش لايك راه ترونكيل، كون هاني. شكرا بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي كيردوا على واحد النوع اللي كيخلي واحد التعاليق راكم عارفينهم من الجهه ديال هوك. الحمد لله في الردود ديالكم بزاف اللي قالوا لهذوك الناس هذوك، قالوا لهم شوفوا حنا القنوات ديالنا تيهضروا في السياسه وما عمرهم مسوا شي جزائري ولا جزائريه ولا طعنوا في الشرف ديالهم، وبالعكس القنوات ديالكم نتوما اللي ديما كتجبد في المغاربه والمغربيات غير بالهضره الزوينه راكم عارفين. الحمد لله القناه ديالي مثلا ما عمري جبت شي جزائري ولا جزائريه وقلت عليه شي حاجه ما زويناش، حيت هذا ماشي الطبع ديالنا حنا المغاربه. علاش؟ حيت حنا واحد الناس اللي تقال داكشي علاش اللي هز في قلبه من جهتنا يجيب اللي يهز معاه، لاننا حنا مازال غادي كنتقالوا نهار على نهار، والجدر ديالنا راه ضارب في العمق ديال افريقيا. نمشيو للعناوين بلا ما نطول عليكم. هدية كبيرة من روسيا للمغرب والمغاربة، كادو من عند عمي بوتين ضد في جهة هوك. جزائريون فرحانين بالمغرب والمغاربة وقالوا لتابون تنعشقوا المغرب وراك ما شتي والو، بلا ما تبقى تكذب على الجزائريين. الوداد الرياضي غادي للجزائر وحذر اللاعبين ديالو كاملين غير يوصلوا للجزائر يردوا البال مع هذه القضية هذه. الجزائر ناضت قالت لفرنسا كيفاش بغيتوا تخسروا لنا الدوسي مع تونس، الدوسي ديالنا خاسر مع المغرب، تزيدوا تخسروا لنا الدوسي مع تونس نوليو حنا الوسط بيناتهم. اشنو هذا الشيء؟ داك الشيء علاش دارت على عينها ميكا وميكات على تونس وقالت لهم والله ما نتفاك مع تونس. تونس هي حبيبتي حتى استقبلت لنا بن بطوش. كيفاش البلان غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا. يلا مباشره نطيروا للتفاصيل. دابا هذه كانت صغيره غادي نحيدوها نديروا لها هكا ونديروها هادي واش هنا حمر. احب من احب او كره من كره. هذه صغيره، حنا بلادنا كبيره اللهم لك الحمد. من انتم؟ حنا المغاربه. استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. الجزائر قوه ضاربه. اتهم وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني الاثنين الصحافة الفرنسية بمحاولة زعزعة علاقات بلاده مع تونس، والتي وصفها بالمتينة والأخوية. الأربعاء أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك احتجاجا على انتهاك سيادتها بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين، وذلك في تهريب ناشطة جزائرية مطلوبة للقضاء المحلي إلى فرنسا عبر تونس. وقال بوسليماني خلال مؤتمر صحفي وذلك في مقر الإذاعة الرسمية أن الصحافة الفرنسية ومنذ سنوات تحاول ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية. وتابع وزير الإعلام الجزائري هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهارب بوراوي، وذلك لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس. عرفتوا هذا الخبر هذا وانا تنقرا فيه الراس ديالي ما تيخلينيش نرتاح من واحد الحاجه، كيفاش هاد الناس يلاه كانوا سمن وعسل وفرحانين والزيارات داكشي تتقلب عليهم تترون داكشي كتبان لك فيه بحال كاينه إنا كيف ما قالوا لي بزاف ديال الاخوه في التعاليق. ننتظر التعاليق ديالكم في هذه القضيه هذه، واش البلان مفبرك، واش اشنو واقع تما. والثلاثاء قالت وسائل اعلام جزائريه وفرنسيه ان الناشطه الجزائريه اميره بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر وصلت إلى فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية،
وأضاف بوسليماني أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تفطن للأمر وحرص على تأكيد قوة العلاقة بين الشعبين الجزائري والتونسي وبين السلطات البلدين. المهم الخوت هادشي اللي تقال كامل راه مازال كاين مشكل ما بين تونس وما بين الجزائر في الحدود. بزاف ديال السيارات ديال التوانسه مبلوكيه تما واقفه، وخصوصا اللي كيبغيو يديو السلع وداك الشيء كيقولوا لهم راه كاين تفتيش وكاين داك الشيء كيقول لك يعني في الكواليس ان الجزائر راه واقفه ليها هنا ما مسروطاش ليها علاش كيفاش تخرجت هذيك السيده من تما، ولكن في الاعلام تيبان شكل اخر. راكم عارفين البلان كيفاش داير. نمشيو للخبر الموالي. وجد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم نفسه في حرج كبير بسبب المباراة التي سيجريها بالجزائر ضد فريق شبيبة القبائل الجزائري برسم دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وكشف مصدر داخل الوداد أن الأخير قرر السفر إلى الجزائر عبر رحلة عادية وعدم تخصيص طائرة خاصة لذلك بسبب رفض السلطات الجزائرية دخول طائرة خاصة للفريق الأحمر إلى الجزائر. وتابع المصدر ذاته وفق الأخبار أن الوداد راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك لإعلامه بجميع الترتيبات التي قام بها النادي قبل أن يضطر الفريق إلى حجز رحلة غير مباشرة إلى الجزائر ستقله في بادئ الأمر إلى مطار قرطاج الدولي وبعد ذلك السفر إلى الجزائر. وقررت السلطات الجزائرية نقل المباراة من ملعب 5 جوي بدلا من ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو بسبب رفضه من طرف الكاف وعدم صلاحيته وجاهزيته. وكشفت مصادر متطابقة أن المكتب المسير للوداد سيعقد لقاء مع لاعبي الفريق ليحذرهم من الاستفزازات التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرف السلطات الجزائرية. وتابعت المصادر ذاته أن الفريق الأحمر قرر تدوين تفاصيل رحلته إلى الجزائر وتوثيق أي خروقات أو اختلالات أو استفزازات من طرف المسؤولين الجزائريين وذلك من أجل إرسالها إلى الكاف. الحقيقة نتمنوا داك الشيء، نتمنوا هذه الرحلة ديال الوداد الرياضي تدوز بخير وعلى خير وما يستسلموش للاستفزازات إلا كانت اللي كنتمنوا أنها ما تحصلش. هذا الشيء ولكن نمشيو للخبر الموالي. وجه المعلق الرياضي الجزائري بقنوات بين سبورت القطرية حفيظ الطعرجي اتهاما خطيرا للمغرب وذلك بإعاز من كبرانات قصر المرادية. ونقل الدراجي عن وكالة الأنباء الجزائرية كون الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنسخ متعددة اللغات يتعرض إلى سلسلة من الهجمات السبرانية الحادة. وأضاف الدراجي في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر أن تلك الهجمات تستهدف اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية وأشار إلى أنه جرى حجب الموقع المذكور مؤقتا. وزعم الدراجي أن هذه السلسلة من الهجمات اتضح أن مصادرها من إسرائيل والمغرب وليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها أبواق العسكر الجزائري وعلى رأس حفيظ الطعرجي اتهامات خطيرة للمغرب دون تقديم أدلة ولا حجج تثبت مزاعمها قبل أن يتبين بعد ذلك أنها من نسج خيال جنرالات العسكر الجزائري. اما في هذا الخبر هذا غادي نحاول انني نلخصوا لكم بالدارجه لان الفيديو كيبان لي بحال غادي كيطول شويه وما كنبغيش نطول عليكم بزاف. لتجاوز العقوبات الغربيه روسيا قررت واحد القرار اللي زوين وفي الصالح ديال المغرب وديال المغاربه، هي انها قررت انها تستعمل السواحل المغربيه باش يدوزوا السفن ديالها اللي كينقلوا البترول والغاز لدول اخرى، وبالتالي غادا تعطي المغرب واحد الكميه كبيره بزاف ديال الغاز وديال البترول. هذا الشيء كاظم من روسيا المغرب.
يعني روسيا غادا تزود المغرب بما لا يقل عن 370 ألف طن من الوقود انطلاقا من موانئ البلطيق، وسيتم تسليم الجزء الأكبر منها عبر ميناء طنجة المتوسط، وهذا الشيء طبعا راه ضد في جهة هوك. الخبر الاخير هو ان بزاف ديال الجزائريين اللي حضروا الموندياليتو في طنجة وفي الرباط اللي جاو عبر رحلات غير مباشره من الجزائر للمغرب وحضروا دابا هذوك التصاور ديالهم اللي لاحوهم شكك فيهم الذباب الالكتروني في الجزائر وكذلك الابواق الاعلاميه ديال الكابرانات، وقالوا هذا الشيء راه غير مفبرك وحتى شي واحد ما حضر في المغرب. ناضوا هذوك الناس اللي حضروا في المغرب وقالوا لهم يا سيدي مشينا للمغرب، التنظيم كان اكثر من رائع، الاستقبال كان اكثر من رائع، وهذوك الناس يعني على المغرب والمغاربه راه شي حاجه اللي ما تقدرش توصف. هذا الشيء كامل راه ما تيخليش دوك الناس اللي كتعرفوهم على بالكم انهم ينعسوا. شكرا لك بزاف حيت وصلتي لهاد البلاصه هذه، راني حاولت نلخص لكم الخبرين الاخيرين باش بلا ما نطول عليكم الفيديو، كل واحد عنده الاغراض ديالو. نتلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله، وما تنساش الى عجبك الفيديو شجعنا بلايك ما فيه والو، بارطاجي الفيديو مع الاخوان ديالك، كنا تندافعوا على هذا الوطن هذا ان شاء الله. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله، بالسلام عليكم.